السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. حقيقة توقيع زين الدين بالعيد للأهلي. ترددت أنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيع المدافع الجزائري زين الدين بالعيد لاعب سنة ترويدن البلجيكي للأهلي لمدة 4 مواسم. انتشرت الأنباء سريعا، حيث قال أحدهم على لسان الصحافة البلجيكية بأن اللاعب سيصل القاهرة الأسبوع المقبل، على أن يرحل أشرف داري إلى صفوف الريان القطري. الجدير بالذكر أن بالعيد كان قريبا من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال الصيف الماضي، ولكن المفاوضات فشلت بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف الأوروبي. بقينا بنسمع في الأيام الأخيرة مشاكل بين لاعبي الأهلي السابقين ضد النادي وردود أفعال بينهم وبين بعضهم البعض. نجم الأهلي السابق يصبح حديث الساعة. تصدر نجم النادي الأهلي السابق محمد عمارة محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب منشور كتبه عبر صفحته على الفيسبوك بشأن تقديمه بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد أحمد شوبير. وكتب عبر صفحته على الفيسبوك: خلال ساعات ستقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد المدعو أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي لما بدر منه من تجاوزات ضد شخصي عبر برنامجه في قناة النادي الأهلي دون وجه حق وبدون مبرر، وحيث أنه من غير المعقول أن يتم التعامل مع كل صوت ناصح ومحب للنادي الأهلي وجماهيره بهذه الطريقة في محاولة واضحة لتكميم الأفواه والتأثير على الجماهير بطرق واضحة ومختلفة لا تمد للحقيقة بصلة، حيث أن هذه التصرفات والتصريحات من شأنها تهييج الجماهير ضدي وضد أسرتي عبر المنصات المختلفة والكتائب الإلكترونية، مما يجعلنا عرضة للأذى النفسي. وأؤكد أنا محمد عمارة الذي تشرفت بارتداء قميص النادي الأهلي سنوات طويلة وحققت معه أجمل البطولات والانتصارات أنني لن أتوقف عن دعم النادي صاحب الفضل الأول عليه كل من ارتدى قميصه، وأن الدعم من يأتي بالنصيحة الصادقة والكلمة دون انتظار لأي مقابل كما يفعل البعض، حتى ولو أغضبت نصيحتي بعض المنتفعين وأصحاب المصالح، لكنها مع الوقت والأيام تثبت صحتها وأنها كانت من أجل مصلحة النادي الأهلي وجماهيره في المقام الأول والأخير. في النهاية لن أغير نهجي في حب النادي الأهلي بطريقتي التي تهدف لخدمة مصلحة فقط دون غيره، ولن أتلون في المواقف وفقا لما اعتاد البعض والتاريخ شاهدا عليهم بمواقف مهنية كانت كفيلة بأن يخجلوا وينسحبوا من المشهد الرياضي للتاريخ. كتيبة ماريسكا تسطر أسماؤها بحروف من ذهب بعد التتويج بكأس العالم للأندية بثوبه الجديد، بعدما اكتسحت باريس سان جيرمان بثلاثية بالمر وبيدرو مع الرأفة لتعيد البلوز لسابق عهده والوقوف على منصات التتويج من جديد. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ تشيلسي والخامسة في تاريخ الفرق الإنجليزية بعد ليفربول ومان يونايتد ومان سيتي. ويتربع تشيلسي على عرش العالم لمدة 4 سنوات قادمة بعد تتويجه بطلا للعالم مرتديا شارة مميزة لأول مرة في مونديال الأندية. الأمير يبدأ فصلا جديدا من مشواره الكروي رسميا. نادي ميلان يعلن انضمام الأمير لوكا مودريتش قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وسيرتدي الرقم 14. الجدير بالذكر أن هذا الرقم هو نفس رقمه في توتنهام في بدايته. كان كأس العالم بأمريكا هو آخر مشاركاته مع ريال مدريد. الإعلامي أحمد شوبير: الأهلي تلقى عرض ضعيف لبيع داري ورفضه تماما. لن يرحل أي لاعب من الأهلي، بل تم ضم ياسين مرعي، وخلال ساعات يتم الإعلان عن صفقة جديدة، والمشاورات جارية لتعديل عقود بعض اللاعبين خاصة ممن تم رفض الاستغناء عنهم. ريبيرو عنده ثقة في هاني وعمر كمال وكريم فؤاد. استمرارا للإعلان عن صفقاته، الزمالك يعلن رسميا ضم مهاجم فاركو عمرو ناصر لمدة 5 مواسم قادمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وعقب إعلانه لاعب جديد في النادي قال:
أحلم بتحقيق لقبي الدوري وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل مع الزمالك، خاصة أن الفوز بالدوري سيعيد الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. جلسات تحديد المصير. الصحفي فابريزيو رومانو: من المقرر عقد اجتماع بين إدارة ريال مدريد وممثلي رودريجو بدءا من الأسبوع المقبل. من غير المتوقع أن يقتصر الأمر على اجتماع واحد، بل ستكون هناك سلسلة من اللقاءات والمناقشات المتواصلة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حيث يسعى النادي لحسم موقفه بشأن مستقبل اللاعب. ما يلفت الانتباه هو أن لاعبا بمستوى رودريجو بدأ من مقاعد البدلاء في 5 مباريات متتالية خلال كأس العالم للأندية، وفي المقابل يرغب رودريجو في معرفة الدور الذي يراه ريال مدريد له في الفترة القادمة. صحفي فابريزيو رومانو: وكلاء وممثلي فيكتور جيوكريس وصلوا إلى لندن لإتمام الصفقة مع أرسنال. تم الاتفاق على رسوم 63.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين إضافية، حيث يتم الانتهاء من تفاصيل العمولة والإضافات في لندن اليوم مع ممثلي اللاعب. جيوكريس في انتظار الضوء الأخضر للسفر لعمل الكشف الطبي وتوقيع. في ظل تدعيمات الفريق للموسم الجديد، رسميا ريال مدريد يعلن عن انضمام ألفارو كاريراس حتى 2031 قادما من بنفيكا البرتغالي. عقوبة تنتظر لويس إنريكي بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت عقب نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، حيث قام لويس إنريكي المدير الفني للبي اس جي بدفع لاعب تشيلسي جواو بيدرو وصفعه على وجهه، الأمر الذي أدى إلى وقوع بيدرو أرضا. ينتظر المدرب الإسباني عقوبة كبيرة قد تصل إيقاف لأكثر من شهر ومنعه من التدريب وحتى الإشراف على تدريبات الفريق من قبل الفيفا. وكان نادي العاصمة الفرنسية قد خسر لقب كأس العالم أمام البلوز بثلاثية بالمر وبيدرو عقب تتويجه بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه والخامسة في تاريخ الأندية الإنجليزية. خزينة تشيلسي تنتعش ب 124 مليون دولار.